ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني. مش حارمكم من حاجه، بقيت في الاسبوع بصور فيديوهين وبغيب اسبوع. هنظبطها وان شاء الله نستمر على الفيديوهات. لكن فيديو النهارده زي ما انتم شايفين لسه اصلا بنفس هدومي، فهو تكمله للفيديو اللي فات. بصور في نفس الوقت، طلعت نمت طبعا وبعد كده نزلت. ولو انت شفت الفيديو اللي فات فانت اكيد شفت ان انا كان معايا عنكبوت. طبعا انا بصور ده دلوقتي والفيديو اللي فات اصلا لسه ما نزلش. توقعاتكم اللي انا قلت لكم توقعوها في الكومنتات لسه ما شفتهاش، فمش عارف بقى مين جاوب صح ومين جاوب غلط. فان شاء الله الفيديو الجاي بقى نبقى نشوف الموضوع ده، واللي هيجاوب صح اللي هو هيبقى من الفيديو اللي فات. خد بالك انت، هكتب الكومنت بتاعه في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم متنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الاشعارات الجرس تين عشان لما انزل حاجه تجيلك. وندعي لاخواتنا في فلسطين ولبنان والسودان واخواتنا في الوطن العربي كله، وربنا يرفع عنا البلاء يا رب. وقاطع ما تبقاش خنزير. احنا ما بقيناش متقسمين لشخص مقاطع وشخص مش مقاطع، احنا بقينا متقسمين لبني ادم وجبله، بني ادم وخنزير، بني ادم واحد ما عندوش كرامه. خد بالك انت صح. مش هطول عليكم، كفايه لك كتير لحد كده ويلا بينا. العنكبوت بقى اللي معانا النهارده ده حاجه انا بحبها قوي، رغم ان هو نوع مصري وما هواش غالي. انا عندي هنا حاجات نادره وحاجات بفلوس رهيبه، بس ده في قلبي. ممكن فاهم استبدله بحاجات من هنا عادي. نوع عظيم، ورغم ان هو مصري الا انه مش منتشر عندنا في الهوايه هنا. واحنا كمصريين حظنا قليل قوي ان احنا نربيه، ودايما بيطلع تصدير بره والاجانب عندهم منه، واحنا كمصريين ما عندناش، وده ما ينفعش. فتعال نشوف بقى الامور بتاعنا عامل ازاي. بصوا من الفيديو اللي فات هو كان هنا، لكن طبعا طلعته من العلبه دي علشان ايه، لسه هطلع انام بقى، عشان لو سبته هنا ممكن يموت يعني. حطيناه هنا مؤقتا. جاهزين للعظمة؟ بصوا الجمال. حد عارف ده ايه؟ طبعا في ناس كتير هتقول ان ده عنكبوت ذئبي، لانه فعلا شبهه جدا، ولكن ده الهانتسمان سبايدر، عنكبوت تفاصيله تحفة. لو انت بتحب الاكشن فده الاكشن كله، فخلينا نعمل البيت بتاعه الاول عشان لما يحصل اي اكشن نكون جاهزين وما نتلخبطش واحنا شغالين. واول حاجة هنحتاجها هي العلبة الجامدة دي، فاكرينها؟ جبت منها شوية وبصراحة نفعني جدا. بعمل لها قفل كده باللزق تحفة. بس نسندها هنا، وهنحط الكثير من الكوكوبيت. وبما ان العنكبوت ده صحراوي هنحط رملة نخلطها على الكوكوبيت. كوكوبيت رطب والرملة جافة، فهتدينا ايه، خليط كده غريب شوية ولكن جميل هيعجبه. الرملة قليلة قوي، مش عارف عندي رملة تاني ولا لأ، ثواني هشوف. لحسن الحظ لقيت لسه عندي رملة كتير قوي، هنخلطها مع الكوكوبيت. بقى يا سيدي عامل لنا تربة متماسكة وفي نفس الوقت هشة جدا، لأن النوع ده بيعيش في الصحاري الرطبة. فانت شايف كده ايه، عملنا ركيزة جميلة جدا. بس عايزين بقى نظبط شوية ديكورات. عندي حتة الخشبة دي ممكن اثبتها هنا واحفر تحتها، بس ان هي تبقى عاملة مخبأ شوية. طبعا ايه، نثبتها من ورا. وممكن نحط الزرعة دي في الحرف اهو، على لمسة جمجمة. مش عارف اثبتها فين دي، ثينك كده حلو اوي. عشان هو بيعمل شبك هنحط حتة الدريفت وود دي، غصن صغير كده هنا اهو، جايز يفيده في حاجة. زي ما انتوا شايفين ده الانكلوجر بتاعه، في اخشاب وشوية ديكورات، ولكن هو هيبقى ليه لمسة خاصة. يعني هو هينزل هيشيل حاجات ويحط حاجات ويحفر ويعمل ويب، شوية حبشتكنات كده بتاعته. وجه وقت العنكبوت بتاعنا ان هو يطلع.
بص شكله عامل ازاي، تفاصيله جميلة جدا. العنكبوت ده بجد من العناكب اللي انت هتغرم بتفاصيلها، زي ما انت شايف الوان الرجول، يعني ابيض اسود ابيض، اطرافه سودا. لو ركزنا على كل رجل هتلاقي فيها شوك، هو بيفرده ويعمله بمزاجه. سلام بقى لو شفت جمال عينيه، جمال وشه وانيابه، حاجة وهم سبحان الله. بصوا كده معايا وشه عامل ازاي، شايفين العيون؟ سبحان الله، حد عارف يعدهم؟ الأشواك اللي على جسمه، عنكبوت صياد بمعنى الكلمة، يستحق لقب الهانتس مان. خلينا نجرب الهاندلينج للعنكبوت ده، رغم ان انا عندي فوبيا عناكب وبخاف جدا من الترو سبايدر، لانها تجربة تستحق بصراحة المجازفة. واو تحفة، انك تبقى شايل الكائن ده على ايدك، حاجة سبحان الله، رغم ان هي مرعبة جدا. انت شايف انيابه عاملة ازاي؟ عضة من ده يا جدعان انا هروح فيها. هو طبعا مش سام، هو عنده سم ولكن سمه ضعيف جدا على البشر، ولكن العضة هتوجع جدا. فانا مبسوط بصراحة ان انا حظيت بهذه الفرصة الجميلة. خلينا نرجعه للبيت تاني، الموضوع مش ناقص خساير خالص. هو عاوز يخرج، من الأنواع اللي بتحب التسلق برضه، في نفس الوقت بيحب يحفر، يعني بيعيش حياته متجول في أركان البرية. العلب دي خرافية يا جماعة والله، بصوا عاملة ازاي. العنكبوت ده هنا خلاص، زي ما انتوا شايفين اقدر اشوفه عادي، واقدر افتح العلبة واكله من هنا، حتى واضح في الاضاءة بتاعت الليد اللي فوق. جميل، انا بجد مبسوط جدا ان العنكبوت ده بقى عندي هنا، تحفة. بص عامل ازاي. هانسمان من العناكب الجوالة، اللي هي بتحب تتجول في البرية، مش بتعمل جحر وتفضل قاعدة فيه، دايما بتحب تتنقل من هنا وتدور على الفريسة بنفسها وتصطادها، وطريقتها في الصيد تحفة، عشان كده اتسمت هانسمان او العنكبوت الصياد. كفايه لحد كده في فيديو النهارده، ولكن هيبقى في فيديوهات جايه عنه بكل تأكيد، عناية وتربية وتأكيل، واهم حاجة فيديوهات التأكيل بتاعت العنكبوت ده، لانها بتكون تحفة، بيصطاد بطريقة خرافية. انا قاعد بحمسكم، وبجد مش عاوز اوريكم حاجة دلوقتي، عشان لما اوريكم حاجة تبقى متصورة من عندي، مش عاوز اجيب لكم حاجة من على النت. ولكن بجد عنكبوت انا كادهم بعشقه، بحبه جدا. لكن هناك يعني شيء مأساوي شويه في القصه دي، ان العنكبوت ده مش بتاعي، هو بتاع صاحبي، صاحب التعابين برضو. لما يرجع من السفر هرجعه له، بس انا بفكر كده بقى ايه، ان انا ما ارجعهوش. خد بالك يا زياد، مش انساه خلاص، دخل عندي هنا ما بيطلعش. ممكن ادي لك مكانه حته كيرل هير ولا حاجه، يعني هفكر اقلبها في دماغي كده، بس بصراحه انا مغرم والله يا جماعه. بجد الفتره دي الدنيا بايظه معايا، وانا بلم اشلائي حرفيا بالعافيه، بنزل اصور بالعافيه ومش قادر اعمل اي حاجه، وتعبان نفسيا وجسديا، الدنيا بايظه معايا. وهنا بقى ما كنتش اتوقع ان هي هتبوظ اكتر من كده. انا بصور دلوقتي العنكبوت نط، والابدومن بتاعه اتفتح، اسوأ حاجه ممكن تحصل في الحياه. بصوا المنظر عامل ازاي، احشائه كلها خرجت بره. العنكبوت ده خلاص هيموت للاسف. الفرحة ما تمت، باظت كل حاجة خلاص. المشكلة ان هو مش مجرد نزيف ويتلحق، البطن اتفتحت بالكامل وكل الأحشاء خرجت بره، ولا يمكن يتلحق. دي بقى أسوأ حاجة في تربية العناكب، ان انت تخلي بالك ان هو لو بطنه مليانة ما ينفعش ينط، ما ينفعش يقع من مكان عالي. هو للأسف نطة غبية جدا، وقعة غبية جدا.
لكن الحمد لله. بصوا كل حاجة بره، هو خلاص كده خلاص. أنا بجد مش عارف في ايه، لكن الحمد لله الحمد لله كفاية.